صباح الورد. الساعة الآن 6:00 بتوقيت القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله ما شاء الله، الجو حلو النهارده. طبعا مدارس بقى. بصوا الأتوبيسات دي شوية كده ومش هنلاقيها. صباحكم زي العسل. طبعا عندنا بقى لانش بوكس هيتعمل ولسه حاجات كتيرة تتعمل. حبيت اصبح عليكم قبل ما نبدأ اليوم بتاعنا. بسم الله. اول حاجة عملتها، بصوا نضفنا التكييف الحمد لله وشغلناه، بس ما اوريكوش الدنيا عاملة ازاي. بايظة. يا لهوي يا لهوي. بس كل اللي هعمله ان انا هحاول ان انا انضف الدنيا دي. البنات طبعا هتساعدني. بصوا حاول بس ان هو يحط الطباق عشان خاطر الدنيا متبهدلش اكتر من كده، والميه نازله زي ما شاء الله، عشان بس احنا على العموم فالتراب بيبهدل الدنيا. بس اهم حاجه انها اشتغلت، لان التكييف بتاع البنات ما كانش شغال بقاله شهر بسبب التراب وكده. ننضف بقى كل ده. الحمد لله نضفت الارض. عايزه اقول لكم اني مش قادره. خليت البنات عمالين يفضلوا في الميه وانا مسحت الحته دي وشديت التربو الصغير ده ونضفت وراه. وطبعا الحيطه كلها كانت معموله بس ما قدرتش اطول الحته اللي فوق دي. هستريح بس شويه وكده كده لما ايدي تبقى كويسه الحمد لله هبقى اعمل بقى كل الحيطه وكل هنضف بقى الدنيا تنظيفه حلوه يعني. انا كده نضفتها على القد يعني. بصوا الشلت بتاعت الكراسي انا بحطها في الجنب الصغير ده، والكيس اللي تحت البتاع دي ده بتاع دي هحطهم. دي بتاعت العربيه هحطها تحت السرير بس لما اروق، لما اعرف ان انا اعمل حاجه. بصوا هرص الحاجه دي وارجع لكم. بصوا انا حطيت الفوطه دي عشان خاطر الميه اللي بتنزل من التكييف، لان ايه قال لي هيفضل ينزل في ميه شويه. مسحت الدنيا وظبطت الدنيا كده. عندي بس شويه حاجات كده على السرير هشيلها بس لما ارجع، لان المفروض ان النهارده ماما عندها دكتور ويا دوب انزل عشان خاطر اروح معاها، هي ما تعرفش لسه. بصوا هلبس وارجع لكم. انا لبست الحمد لله. عايزه اقول لكم ان ماما عندها ميعاد كشف النهارده وهي اصلا ما تعرفش ان انا رايحه معاها. تمام. يعني هي سالتني قالت لي ايه، انا عندي كشف يوم الاحد الساعه 6 هتيجي معايا ولا اروح لوحدي. قلت لها ايه، قلت لها لا هاجي معاك ان شاء الله. لقيتها النهارده بتكلمني تقول لي لا ما تجيش، انا هشوف ايه حد يجي معايا اما اروح لوحدي او خلي العربيه توصلني وانا مش لازم بقى حد يجي معايا وكده. قلت لها ربنا يسهل. المهم كلمت لها العربيه ولبست وهي ما تعرفش ان انا نازله لها. فانا هاخدكم دلوقتي كده بربطه المعلم وننزل لها، لان عايزه اتكلم معاها في موضوع واشوف هي هتقول لي ايه. جاهزين؟ انا جاهزه، لبست وكله تمام، كله 100 100 ويلا بينا. انا نازله وهي اصلا مش عارفه ان انا نازله لها. هفاجئها. يلا بقى الناس اللي هتقول لي انت ليه بتنزلي على السلم، انا ما بحبش انزل الدورين دول او اطلعهم غير على السلم، لان هي بصراحه رجل واحد رجلين يعني الحمد لله قادر ان هو يمشي وقادر ان هو يروح. يلا ننزل بقى عند امي وبعد كده نشوف ايه هنعمل ايه. هاتي حته حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ نزلنا اهو. طبعا انت عندك ميعاد دكتور ساعة كده ونازلة. شفت انا لابسه من امتى؟ ساعة ونازلة هصلي المغرب وهنزل 5:30، ده الساعة 4:30. بتقولي خليكي انا هروح لوحدي. يا ستي خليكي اروح لوحدي وخلاص. قلت لها لا، لبست ونزلت. هي ياسمين قالت لي خليني اخر حاجة، ما لقيتيش حد يوديك اوديك انا. صدفة قالت لي انا هروح اوديكي وارجع. قلت لها افرض قعدت نص ساعة عند الدكتور، قالت لي هرجع لك بعد نص ساعة من المطعم. مطعم قريب. فشايفاها مش متحمسة.
لا هروح انا معاك. فقلت والله، قلت لهم والله اخر ما هزهق ممكن اخلي احمد جوز ده ياخدني بالمكنه ويوديني عند الدكتور ويمشي وارجع انا بتاكسي. ما انا بتقول لي ايه، خلاص خلي العربيه توديني وخليك انت. عادي يا ستي والله، عادي يا جماعه، عادي انا بس اطمن على موضوع التحاليل واشوف الدكتور هيقول لي ايه. الناس ساعات بتقول لي ده وحش. لا والله حلو، والناس كفايه ان كده- انت بتلبسيه على طول كده. الناس يا جماعه بتقول لي ده وحش. ليه يا جماعه؟ ده حشم جدا وهنا حلو. وهنا ومتحشم. مغطي الرقبه وساتر هو كفايه ليه ان هو صعب ساتر. الناس ما بيعجبهاش العجب ولا الصيام فرجة؟ اعمل اللي انت عايزاه وخلاص وريح دماغك، ما حدش بيعجبه حاجه. محدش عاجبه الاسدان ده خالص. ليه يعني؟ لا حلو جميل والله عادي. رايحه فين؟ انت نازله توديني مخصوص؟ في حاجه عندك عادي. اعتراض؟ لا عادي والله. انا قمت اشرب كوبايه نسكافيه وامشي. هي دي النسكافيه. هشرب كوبايه نسكافيه واصلي المغرب يبدا 5 وانزل على طول. انا معادي هناك 6. هي كده اصلا استشاره يعني، ان شاء الله مش هتقعدي كتير. حجزاها من يوم الخميس. يلا خير. فهنشوف ان شاء الله. وانت نازله لوحدك رايحه فين؟ رايحه معاكي. ده في ماتش. ماتش لساني بيحوج شمال ساعات ماتش كده. دي. في ماتش الاهلي والزمالك والله عليكم، النهارده. معلش يا ناس، عشان بقول لك هاتي حته تقولي لي لا. سافة حلوه ازاي؟ عامله زي العمده الآلي بتعمل كده. ماما توديني سوسو؟ اوديك مش عايزه تاخدك ولا ساعه. اتفرج على الماتش. المره اللي فاتت راحت معايا بس قعدنا كتير جدا عند الدكتور والله. كنت لسه عامله عيني، دلوقتي عامله صباع عين. معلش ربنا يشفيك مش ويرفع عنك مشكلة، يا مش رب، مشكلة. يشفي كل مريض. يلا هنروح بقى وايه كتكوره كتكوره. فين عيالك؟ فوق. ماشي. عايزاهم؟ انت عايزهم ليه؟ لا امال ايه ننزليهم دي؟ ليك مش عايزهم ازاي يعني؟ ماشي يلا يا جماعه. خلاص ماشي يا سوسو، هتقعد معايا هنروح بقى معلش. ايه؟ حقك عليا يا سوسو. لا والله ممكن لو وراكي مشوار وديني وبتعالي. ربنا ييسر الحال. شكرا يا جماعه، شكرا يا سوسو. يلا يلا بقى ننزل ايه؟ بقى، نلبس شوف بقى وننزل. كده المشوار بتاعنا. تلبس بقى كده ونتكل على الله على طول. في العلاج اهو. ماشيه ورايا العلاج. ربنا يشفيك يا رب ويشفي كل مرة. ما خدتوش امبارح، هاخده النهارده بقى. الحمد لله. ماشي. الحمد لله روحت البيت تمام. وعايزه اقول لكم ان انا نزلت جبت حاجات من سعودي وايه وفلست. ما جبتش حاجات كتير. انا المشكله ان انا نزلت ونسيت ان انا اصلا مش معايا فلوس وانا نازله. المهم هوريكم الحاجه اللي جبتها. انا جبت حاجات من سعودي وجبت حاجات من الفرن. انتوا عايزين تعرفوا طبعا الاسعار، انا عارفه. بما ان بقى مفيش فيديو مشتريات، هو مشتريات بسيطه بس حلوه المشتريات حلوه. ده اصغر بون يعتبر انا جبت بيه حاجات. ماشي بصوا بقى. مبدئيا انا جبت كيس مكرونه 1 كيلو. لا بصوا اهو ايطاليانو، عشان خاطر ملك ما بتحبش غير المكرونه الاسباجيتي، والمكرونه الاسباجيتي اللي هنا خلصت فجبت لها ده. ملك ده ليكي، ده ليكي عشان ما تقوليش مش مكرونه اسباجيتي، اهو ليك اهو. ماشي. الواحد ب55. بصوا بقى. جبت لهم اندومي لان طبعا طول ما هم قاعدين عايزين اندومي فايه جبت لهم اندومي. ده عرض نازل الخمسه. بكام الواحد من ده يا ملك؟ عايزه بس اقارن بكام الواحد من ده. الصغير ب5. هو في اندومي ب5 دلوقتي؟ الصغير يعني دول ب25. كبير ب10. لا دول ب33 ونص. الكبير ب10 ولا ب12 معرفش. ماشي. المهم طب الشعريه المقليه بكام؟ اهي جبت لهم منها 5. واحد ب10. ماشي. بصوا بقى. جبت لهم ده لانشون حلواني دجاج. وجبت واحد بقري. انا بصراحه بحب اكل ده، باكله كده طول ما انا قاعده كده يعني تمام. ولو للمدرسه ممكن يقطعوه كده شرايح رفيعه. الواحد البقري ده ب97 جنيه اللي هو ربع كيلو. ماشي. انا مش عارفه اطلع بايدي دي. وجبت ده حلواني فرانكفورت اهو. ده المفروض ان هو 85. الواحد ب85 والخصم نازل ان المفروض ان الاثنين ب170 نازل عليه بخصم 42 جنيه. انا جبت 2.
انت بتحب ده يا ملك؟ بكره تعمل لنا سباكيتي مع ده. ما بحبش السوسيس. اعمله لنا احنا. ما بحبش ريحته اصلا. احنا ننكد. إيه؟ طب جبت ده، متحبيش ده برضو؟ ده ستريبس من تمري اهو. تحبيه؟ ليه انا مش بحبهولك. ده الواحد كيلو ب 350 344. ماشي. في ايه تاني؟ جبت ده توست، ده للبنات، البنات بتحب ده، وانا جبت ليا انا التاني. هو فين الكيس التاني؟ ماشي. الواحد ب50 اللي هو من غير سكر، مش ده. استنى اقول لكم ده بكام. ريتش بيك بقى ب50 اللي هو بالحليب ده. ماشي. وجبت جبنه رومي، بس طبعا انا جبت الجبنه الرومي جبت يعني جبت 3 طبق. طبق ربع كيلو. الواحد جبت 3، واحد ليا واحد لماما واحد لخالته ام والد عشان خاطر كانت معانا. فاهم اقول لكم الكيلو يعني على بعضه بكام. جبت 3/4، فالمفروض ان السعر بيكون على اول واحد فوق، فده خليته خالته ام والد. جبنه رومي قديم بدون حرف 295 ب210. وفي ايه تاني؟ هو حاسب طبق واحد يعني ولا ايه؟ انا جايبه 3 طباق. 3 طباق. كاتب 718. 718 يعني ربع وربع وربع، معليهم شويه حاجات تانية يعني او اقل، لان ربع وربع نص وربع يبقى 700. ماشي 295. وده حلواني، ده ب100 بالظبط. الكيلو 364، دول 276 جرام اهو. ماشي عشان المدرسه. وجبت ده حمص بس برقت، طعمه حلو قوي. ده حمص بالفلفل المشوي. هقول لكم ده سعره قد ايه. جبت العيد بتاعه؟ لا ليه؟ حمصي بقى من هنا بقى، حمصي هنا. استنوا بس كده لما اشوفه فين. باندا ايه ده فين اهو. دي ربع كيلو ب65 جنيه، بس طعمه حلو قوي. ده حمص اللي هو الاكل ده بالفلفل المشوي، وطبعا كله مطحون في بعضه فمدي طعم حلو. ماشي. دي جبتها لصفا، دي كولا، ودول لماما. ده ازيز بالقرفه، ده اللي هي بتشربه، ده بتاع التخسيس. وده بالنعناع، يعني بالقرفه وبالنعناع. تمام. دي جبتهم لها. هقول لكم الواحد بكام. ازيز شاي رجيم بالقرفه ده ب57 الا ربع، والتاني الاتنين نفس السعر، دول فيهم 50 باكت. تمام. بس هنزل حاجه ماما. فايه هنعمل كده عشان بتاع صفا. اهو استنى. بصوا بقى، طبعا انتوا عارفين انا بحب الحمص اللي هو بتاع AMR. ده الحمص اللي هو بيتحط عليه ليمون وكمون، ويتحط عليه شويه شطه مثلا، ويتاكل كده، بيبقى طعمه حلو قوي. انا بصراحه بحب بالليل يعني مثلا بدل ما اتعشى افتح لي واحده من دي واقلبها كده بالليمون وزي ما انتوا عايزين واكلها، بتبقى حلوه قوي. سالت قبل كده ده بيبقى بيعلي السكر ولا لا، قلت لي لا حلو. الحمص ده دي ب33، جبت منها 2. وجبت دي، ده الدقيق بتاع البسيسه، دقيق ذره بس ابيض مش اصفر اهو. ده دقيق ذره ابيض، كان موجود منه الاصفر، بس انا جبت الابيض بصراحه. هقول لكم ده بكام. دقيق فين دقيق؟ ما شايفه دقيق خالص. اسمه ايه اهو. كيلو الا ربع ب35 اهو. تمام. وجبت
الزبده دي زبده المراعي دي، انا بحبها، فايه جايباها في الثلاجه. يعني بحب بصراحه ان انا استعملها في كذا حاجه. دي 200 جرام ب 208. تمام. استنى بقى كده اما نشوف ايه تاني. تقريبا كده مفيش حاجه تاني. اهو ده اللانشون اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو الساده كده. مفيش حاجه تاني. لا، في الذره. شكلها الذره دي صحيحه اهي. الذره دي جبتها للبنات، وساعات ماما بتطلبها لو ما اتاكلتش يعني من عندنا بتطلبها. ندى ملك، انا بحط اقول لكم بقى بتعملها ازاي. بحط زبده في الطاسه، بغسلها كويس، وبعدين بتصفيها وتشطفها لا يعني. لا مش بصوا، بس بغسلها وبعدين باخد طاسه من غير ما احط في الطاسه اي حاجه، اسخنها شويه، ماشي. بعدين احط الزبده. زبده اهي، جبت لكم زبده اهي. وبعدين اطلعها على طبق، احط بقى فيها ايه، حمرا، توابل، بابريكا، فلفل اسود، شويه ملح، شطه، وتوم باودر، وليمون بس. انت كل حلو. بس دي الحاجات اللي انا جبتها. يعتبر ده اقل يوم جبت فيه مشتريات. هي مشتريات بسيطه بس الحمد لله. كان نفسي بقى اجيب منظفات واجيب حاجات، بس بصراحه انا لا كنت هقدر اشيل ولا اصلا كنت عامله حسابي. انا جبت على قد الفلوس اللي كانت معايا. فاليوم بتاعي ده كان اليوم بتاعي النهارده. شفتوا انا بحاول اهو على قد ما اقدر ان انا اصور لكم وانا بجيب حاجات وانا بعمل حاجات وكده يعني. فيا رب يكون الفيديو عجبكم. اسيبكم على خير. السلام عليكم. استنى، في حاجات ما وريتهالكوش. استنى. بص ده العيش اللي هو العيش اللي هو السن بس مش الناشف، اللي هو طري. تمام. طبعا عشان السكر. وجبت كمان نص كيلو بقسماط من ده اللي هو بسمسم. جبت ليا وجبت لخالة ام وليد وجبت لماما اللي هو من غير سمسم عشان ماما ما بتحبش اللي هو بسمسم. تمام. وجبت ايه تاني؟ وجبت دي للبنات. بصوا القرصه بقت عامله ازاي. جبت للبنات 2. ايه ده حط لي 5. قلت له 2 بس مش مشكله. اهي دي بالسكر. تاخدي يا ملك؟ ايه ده؟ ايه، قرصه بالسكر طريه. تاخديها؟ خليها بالليل هياكلوها. وكنا جايبين من ده بس دي انا اكلتها الجبنه بس. خلاص كده هغير بقى واشوف بقى الحاجات دي تتفصل فين. يا رب يكون الفيديو عجبكم.